السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا الحمد لله بعد ما نزلنا أكتر من 4 محاضرات، وفي محاضرة عدت 120 ألف مشاهدة لغاية دلوقتي، في عدد كبير جدا استفاد. وغير كده كمان إن الحمد لله كل أبديت بينزل احنا بنشرح عنه ومجانا. فلو أنت مهتم فعلا إنك تعمل إعلانات في الخليج، الميني كورس ده هيساعدك بشكل كبير ومجاني بالكامل. طيب زي ما وعدتكم كده، خلينا نشوف الكامبينز اللي احنا عملناها من أول ما احنا عملنا تيست وصلنا المرحلة اللي احنا فيها حاليا دلوقتي. خلينا ننزل تحت خالص في الأول، ولو جينا بصينا على التست الاولاني كنا جايبين 87 مسج، وطبعا الكوست بير مسج كانت عامله 0.67. ادينا هنا في التست الثاني هكذا في التست الثالث، وبعدها بدانا ان احنا نشتغل، جبنا 1255 مسج من 246 ريال سعودي. يعني طبعا الارقام دي ممتازه جدا. لو جينا بصينا طبعا على معدل الظهور وجينا بصينا على الوصول، هنلاقي برضو ان كل حاجه ممتازه وشغاله كويس. طيب احنا ازاي عملنا كده وازاي احنا قدرنا نوصل للنتائج دي؟ حتى يا باشمهندس بلال خلينا نطلع لفوق كده شويه كمان علشان برضو للمصداقيه. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان احنا معدين اصلا اكتر من 7000 مسج على مدار الكامبين، لان طبعا في كامبينز تانية كنا شغالين عليها. فخلينا نشوف ازاي احنا قدرنا ننجح البراند ده، وخطوه بخطوه من غير ما نخفي عنك اي حاجه. طيب اول حاجه هنا لو جينا بصينا على مدير الاعلانات، طبعا انا عامله لك باللغه العربيه علشان في ناس بتعاني من المشكله بتاعت الانجليزي وهكذا. اول حاجه انا هكريت كامبين من الصفر خالص، زي ما احنا اشتغلنا على الاكونت مانجر خاص بالبراند اللي احنا اشتغلنا معاه، فاحنا هنعمل كده برضه. هنعمل ايه؟ هنعمل كرييت او انشاء، هنشئ الكامبين. طيب اول حاجه انت عندك حاجه اسمها وعي، وكلنا عارفينها ان انت بتعمل وعي للعلامه التجاريه مع الناس اللي بتشوف الاعلانات بتاعتك. طيب الزيارات، الترافيك ده لو انت عندك ويب سايت، وده احنا بنستخدمه في بلاك فرايداي او في مثلا مواسم معينه، تمام، عايزين ندخل اكبر عدد من الزيارات. طيب نتكلم عن الانجيجمنت. يعني ايه انجيجمنت؟ عشان انا بشوف ناس كتير وحتى في ناس بتعمل كورسات تقول لك اعمل اعلانات انجيجمنت. اولا انجيجمنت ما لها الا فقط انت عايز تلم لايكات، عايز تلم ريتش بقى، تشير، الكلام ده كله، عايز تلم كومنتات. احنا بنستخدمها في حاجه واحده بس لو احنا عايزين نعمل كامبين، لو احنا عايزين لايكات، كومنتات، الكلام ده كله. او قبل ما اعمل الحمله بتاعتي اللي هي السيلز، ممكن اعملها تفاعل. امتى؟ لما اكون عايز اجيب اكبر عدد ممكن من اللايكات والكومنتات والشير، علشان خاطر اعمل تفاعل كبير جدا، علشان اللي عنده نيه للشراء بعد كده لما اعمل الكامبين بتاعتي سيلز يبدا يتشجع او ياخد الكول تو اكشن ويبدا يتواصل معانا او يبدا يشتري مني البرودكت او السيرفيس اللي انا بقدمها. تمام. وهي فعلا بتجيب لك الوسائل، لكن خليك واخد بالك ان انت هنا متى بتقول لك اختار لي هدف الحمله. فانت لو اخترت هدف الحمله التفاعل، هي فعلا هتجيب لك وسائل، لكن مش الناس اللي عندهم القدره الشرائيه، مش الناس اللي متى مصنفتهم ضمن الناس اللي بيشتروا. علشان كده اسمها حمله تفاعل. صح هيجي لك رساله، لكن مش الناس اللي مهتمين بشراء المنتج منك. بالظبط. يعني هي الفكره كلها ان التفاعل هيجيب لك رسائل كتير، هيجيب لك مسج كتير، سعر الرساله هتبقى قليل، بس مش هيجيب لك مبيعات، لان هو بالظبط. هدفها انجيجمنت. يعني هو العميل اخره يقول لك ديتيلز، تفاصيل السعر، بس مش هتلاقيه موجود. طيب خلينا نروح على الليدز جنريشن او العملاء المحتملون. احنا بنستخدمها في 3 خصائص او على حسب البراندات او المجالات اللي موجوده. في كورسات، في كمان بنستخدمها للعقارات، في حاجات كتير جدا بنستخدمها للليد جنريشن، ولكن احنا مش هنتكلم عنها دلوقتي خالص. خلينا نروح على الترويج للتطبيق ده. لو انا عندي ابلكيشن عايز اروج له، او انا عايز فعلا ان عدد كبير جدا يبدا ان هو داونلود الابلكيشن. طيب نتكلم عن المبيعات. احنا كلامنا كله اصلا عن المبيعات. انا لو عايز اعمل مبيعات هختار الاوبجيكتيف الخاص بالكامبين بتاعتي سيلز. طيب ليه سيلز؟ لان انت لما بتروح للتفاعل زي ما قلت لك بتلاقي رسائل كتير، بس مش بتلاقي فعلا حد بيشتري منك، او ما بتلاقيش اصلا مبيعات. طيب في المبيعات انت هنا بتروح هدف الكامبين بتاعتك انك تعمل مبيعات، مش انك تلم ريتش. يعني انا بشوف ناس كتير تقول لي انا بعمل حملات اعلانيه مبيعات، بيجي لي مبيعات بس ما بيجيليش كومنتات، ما بيجيش لايكات، الكلام ده كله. طيب الفكره كلها بكل بساطه ان المبيعات هدفها مبيعات فقط. هو انت مش مطالب اصلا ان انت تطلب لايكات، كومنتات، او متى مش مطالبه ان هي تجيب لك حد بانجيجمنت معاك. هو فعلا محتاج المنتج بتاعك بس. طيب خلينا بقى ننتقل للمرحله اللي بعد كده اللي هو وفي حاجه بس في المبيعات كمان، ان المبيعات هنا هي نوعين: مبيعات الويب سايت ومبيعات المسج. يكونوا اكتر برضو علشان في ناس مش فاهمه الجزئيه دي. بالظبط. انا قلت لك ان ميتا بتقسم الناس لشرائح، طبعا ده من خلال البيكسل بتاعها اللي هو التتبع العميل اللي بيدخل على الويب سايت. فالعميل اللي بيدخل لك يشتري المنتج منك من الويب سايت مش نفس العميل اللي بيبعت لك رساله على الواتساب وبيشتري منك. في ناس بتحب تشتري من الويب سايت، ما بتحبش تدخل تتكلم مع ناس، بتحب تشوف المنتج على الويب سايت وتشوف تقييمات العملاء وتشوف تفاصيل المنتج وتشتري، ما بتحبش تتكلم مع حد، بتحب تدخل تشوف المنتج وتطلبه على طول. وفي ناس بتحب تدخل على الواتساب وتسأل وتاخد وتدي معاك، وحتى ممكن تفاصل معاك في السعر. فده
فده جمهور وده جمهور. ومش غلط ابدا ان انت تشغل حملات واتساب وتشغل حملات ويب سايت، علشان في ناس كتير تيجي بتقول لك انا ما بشتغلش على الواتساب او انا ما بشتغلش على الويب سايت، لكن افضل نتائج ممكن تجي لك لما انت تشغل حملات واتساب وتشغل حملات ويب سايت، علشان انت لو اكتفيت بواحده منهم انت بتكون استغنيت عن فئه كبيره من الناس اللي عندها قدره شرائيه. كلام طبعا مظبوط. ومعنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ان انا حاليا دلوقتي لو بعمل كامبين وانا النهارده بستهدف العميل اللي هو الخاص بالرسائل، حاجه تانية ان في عميل تاني اصلا هو ممكن ما يدخلش يتواصل معاك، ممكن يشتري منك. وطبعا في حاجه اسمها فانل، يعني مش شرط ان هو ممكن يشتري منك اول مره، ممكن من تاني مره، ممكن لو هو بيوصل للاويرنس لحد انترستد لحد البيرشيز، يعني ممكن ما يشتريش منك من اول مره. بس في حاجه مهمه جدا خلينا نكون برضو كلنا متفقين عليها، اللي عنده ويب سايت بيحقق مبيعات اكتر من اللي بيعمل حملات اعلانيه رسائل، خلينا متفقين على ده. بس بالظبط. انت لو هتشتغل على الويب سايت الكونفرجن بتاعك خاص للويب سايت، انت على فكره ممكن تشتغل ويب سايت وواتساب مع بعض عادي جدا. لو انت هتشتغل ويب سايت انت هتصرف اكتر، ده كلنا عارفين كده، لان عميل الويب سايت مختلف تماما عن بتاع المسجز، خصوصا ده من خلال الدراسه بتاعتك للجمهور بتاعك. فلو انت بتبيع منتج والمنتج ده فئه الكبار في السن ممكن يشتروا المنتج ده منك، فخليني اقول لك ان في فئه كبيره منهم ما بتعرفش اصلا تدخل تطلب من الويب سايت، هي عايزه حد تكلمه على الواتساب تقول له ادي العنوان بتاعي واطلب لي. ودي حاجات احنا بنشوفها في الاعلانات اللي بنعملها، في كتير ناس بتدخل على الواتساب تقول لك انا ما اعرفش اصلا ازاي اطلب من الويب سايت، ودي حصلت معانا وحصلت مع براندات احنا ماسكين الشغل ليهم. ممتاز جدا. فانت من خلال دراستك للجمهور بتاعك لازم تعرف هل الجمهور بتاعك الفئه العمريه بتاعته ممكن تطلب من الويب سايت ولا ممكن تطلب من الواتساب ولا ممكن تطلب من الاثنين مع بعض. اول حاجه كده يا جماعه احنا بنحاول ان احنا نفصص كل حاجه، يعني انا مش عايز حاجه معينه مثلا اسيبها لك، لا انا عايز اشرح لك كل حاجه بالتفصيل، بحيث ان انت ما تخرجش من المحاضره دي الا وانت قادر تعمل اعلان فعلا يكون ناجح 100%، بدل ما حد يستغلك، بدل ما شركات التسويق اللي 3/4 يعني انا اسف بجد ما بيفهموش. وفي طبعا كورسات كتير جدا بحس ان هم هدفهم الربح بس، فانا عايز اشرح لك مع ان انا عندي كورسات على فكره وباشمهندس بلال عنده كورسات، بس احنا النهارده جايين نشرح لك حاجه يعني ناخد عليها اجر، وفي نفس الوقت برضو انا مش مفعل الربح، فانا مش منتظر اي ارباح خالص بتجيلي، بس كل اللي انا محتاجه ان انت تدعي لوالدي بالشفاء وتدعي لباشمهندس بلال برضو، ويعني الموضوع ده مش هيكلفك كتير، يعني ده هي دقيقتين ولا دقيقه واحده يعني، بس مش عايز اكتر من كده. فخلينا نكمل علشان بس كنت محتاج ان انا اوضح لكم الجزئيه. اول حاجه الميزانيه، البادجت، ناس كتير قوي بتحتار في الاي بي او او سي. طيب ميزانيه الحمله الاعلانيه، انت عندك حاجتين بصراحه مش انا اللي هتكلم فيها، هخلي باشمهندس بلال هو اللي يكلمكم عنها. الفرق عندك بين ميزانيه الحمله الاعلانيه وميزانيه المجموعه الاعلانيه، الكامبين بادجت اوبتمايزيشن والادسيت بادجت اوبتمايزيشن، ان انت لو حابب تشغل ميزانيه الحمله الاعلانيه فلازم تبقى عارف ان انت لو حاطط اكتر من مجموعه اعلانيه جواها اكتر من اعلان، فميزانيه الحمله الاعلانيه بتتوزع على كل المجموعات الاعلانيه وعلى كل الاعلانات اللي داخلهم. ولو انت هتيجي بعد 24 ساعه او بعد 48 ساعه هتلاقي ان ميتا بتاخد مثلا $100 اللي انت حاططها وبتصرفها على اعلان محدد في مجموعه اعلانيه، على اساس انه ده هو اللي بيجيب لك اكبر قدر من النتائج. تمام؟ فبالتالي ميزانيه الحمله الاعلانيه زي ما قلنا بتتوزع على كل المجموعات الاعلانيه اللي داخل الحمله وعلى كل الاعلانات، وبعدين بيبقى التركيز بنسبة 90-95% من الميزانية على الإعلان اللي جايب أكبر قدر من النتائج. لكن ميزانية المجموعة الإعلانية هنا إحنا بنحط لكل مجموعة إعلانية بادجت أو ميزانية خاصة فيها. يعني أنت لو عامل مجموعة إعلانية مثلا بتستهدف السعودية كلها وعامل مجموعة إعلانية بتستهدف الرياض، فالمجموعة الإعلانية اللي بتستهدف السعودية هتحط لها ميزانية هتحط لها $100، والمجموعة الإعلانية بتاعت الرياض هتحط لها $50. فكل مجموعة هتاخد الميزانية تصرفها على الاعلانات اللي داخلها. ميزانيه المجموعه بتاعت السعوديه ملهاش اي علاقه بميزانيه المجموعه بتاعت الرياض، ودي احنا بنستخدمها لما انت تكون محتار هل انت عايز تستهدف السعوديه كلها ولا عايز تستهدف الرياض. بتكون محتار هل انت عايز تستهدف الرجاله والستات ولا مثلا عايز تستهدف الرجاله بس. بتكون محتار هل حابب تحط استهداف تفصيلي وتقفل البلس ادفانتج الذكاء الاصطناعي، ولا انت حابب تعمل مجموعه اعلانيه وتسيب الذكاء الاصطناعي علشان انت تعمل
مقارنه ما بين المجموعتين. لكن لو انت خلاص عارف الاعلان اللي انت عايز تشغله، فانت بتحط ميزانيه الحمله الاعلانيه. ممتاز جدا. فدي حاجه طبعا مهمه جدا. طيب يمكنك تعيين استراتيجيات عرض اسعار مختلفه او جدول زمني مختلف للميزانيه لكل مجموعه. ده معناها ايه؟ ده معناها مثلا لو انا جيت ضغطت هنا تمام وجيت عملت كده، ايه اللي هيحصل؟ ان انا النهارده لما اعمل مجموعه اعلانيه واجي اختبر مثلا فور برودكت، مثلا 5 6 اكتر من كذا منتج، فانا ممكن لكل اد سيت مثلا اضيف ميزانيه. يعني نفترض مثلا 200 ريال والميزانيه الثانيه 200 ريال وده 300 ريال. يعني المفروض ان كلهم نفس الميزانيه، بحيث ان انا ابقى كده حتى لو انا بعمل منتج واحد بتست على منتج واحد، المفروض ان انا اعرف ايه اللي شغال احسن، ايه الاد سيت اللي شغال افضل، ايه المنتج اللي شغال اكتر. فهو ده اللي هو مطلوب اصلا من ميزانيه المجموعه الاعلانيه. ده لو انت عايز تشتغل مانوال وعايز ان انت تعرف ايه البرودكت اللي شغال معاك اكتر، او حتى ايه المنتج اللي فعلا وينر معاك وفي حصل انجيجمنت وسيلز معاك في الاد سيت تمام الخاصه بالبرودكت ده. طيب ندخل على الاد سيت. احنا هندخل دلوقتي على اسم المجموعه الاعلانيه، سميها اي اسم احنا عايزينه عادي جدا مفيش اي مشكله. برضه باشمهندس بلال يشرح لكم كل حاجه، فانا هسيبه في الجزئيه دي يشرح كل اللي هو عايزه. اتفضل. عندنا التحديث الجديد اللي هو استراتيجيه دوره حياه العميل. هنا ميتا بتقول لك هل انت عايز تجيب تحويلات من كل الجماهير، الجمهور القديم والجمهور الجديد اللي بيتفاعل معاك، ولا انت عايز عملاء جدد؟ ان انت عايز فقط العملاء الجدد، انت مش عايز تحويلات من عملاء قديمه، عملاء تكون شافت اعلاناتك قبل كده. لكن نخلي بالنا ان انت لو عايز عملاء جدد هتبقى تكلفه التحويله اعلى عليك، علشان ميتا هتروح تدور على جمهور جديد من اول وجديد. لكن لو خليتها على تحويلات من كل الجماهير، فميتا هتجيب لك الجمهور القديم والجمهور الجديد، والتكلفه هتبقى قليله عليك. وهنا انت بتختار هل انت عايز جمهور جديد ولا عايز جمهور قديم. طبعا انت لو عايز مبيعات اكتر طبعا هتختار الحصول على تحويلات من كل الجماهير. طيب هو في بس حاجه مهمه، لو انت لسه بادئ مشروعك ما تستخدمش اكتساب عملاء جدد، لان انت لسه في البدايه، فالطبيعي ان انت هتحتاج ده تمام. فما تضغطش على دي خالص. دي في حاله ان انت بالفعل عملت سيلز عالي جدا، عندك مشكله ان نفس العملاء اللي بتواصلوا معاك هم نفس الفكره، نفس العميل، نفس كل حاجه، فانت فعلا محتاج ان انت تخليها اكتساب عملاء جدد تمام. ولكن باشمهندس بلال بيقول لك وبيوضح لك ان انت النهارده لو الكوست بير مسج مثلا 5 ريال ممكن تبقى 7 ريال، ممكن تبقى 8 ريال، ممكن تبقى 10، فخد بالك من النقطه دي. لكن لو انت في البدايه خليها الحصول على تحويلات من كل الجماهير تمام كده. تمام كده. ندخل بقى هنا على التحويل. سيب برضو باشمهندس بلال يشرح لكم الجزء. طبعا احنا التحويلات عايزينها على فين؟ احنا لو عايزين رسائل طبعا هنختار وجهات الرسائل، لو عندنا ويب سايت هنضغط على موقع الويب، وطبعا انت لو عندك ابلكيشن ممكن تختاره من هنا لو انت طبعا رابطه على الحساب بتاعك. ولو انت عايز تحويلات من المكالمات طبعا انت ممكن تختار المكالمات. طبعا دي الناس اللي بتستعملها اكتر الناس اللي شغالين في مجال العقارات. طيب هو في بس حاجه يا جماعه مهمه جدا. طبعا الحساب الاعلاني ده جديد، احنا متعمدين ان احنا نشتغل على حساب اعلاني جديد زي البراند اللي احنا كنا اتكلمنا عنه تمام. فطبعا انت لازم تكون انت رابط البيكسل والكونفرجن اي بي اي علشان يجي لك كل الايفنت عندك، ويكون البيانات هتكون سليمه لو انت فعلا مشغل البيكسل بشكل ممتاز جدا. لكن احنا دلوقتي هنتكلم عن الرسائل، وطبعا محاضرات الكونفرجن او محاضرات الويب سايت لو انت عندك ويب سايت او ستور طبعا احنا هنتكلم عنها في محاضرات جايه ان شاء الله. لكن المحاضره دي موجهه لو انت عندك براند فعلا، او عندك مشروع، او عندك بزنس في الخليج، او انت فعلا في الخليج بالفعل ومحتاج ان انت فعلا تعمل حملات رسائل وتحقق نتائج كويسه. جزئيه مهمه جدا بيقول لك ايه، انت عايز تكون موصى بها، اللي هو انت عندك ماسنجر، انستجرام، واتساب، عايز كل الناس تراسلك طبعا على كل ده ولا لا؟ اولا لو انت بتعمل كامبين في الخليج اوعى تشغل ماسنجر. ليه؟ لان هم اصلا لا عندهم فيسبوك ولا عندهم ماسنجر، بنسبه 10% هم مستخدمين الفيسبوك والماسنجر. طيب عندك انستجرام وعندك واتساب. طبعا لو الجمهور بتاعك جمهور مش شرط يكون جمهور خليجي، ممكن يكون بتبيع منتج للجاليات التانية، الجاليات اللي بتعيش في الخليج زي الجاليات العربية اللي رايحة تشتغل، او الجاليات الهندية والجاليات دي، فانت ممكن تفتح الماسنجر. لكن احنا في المحاضرة دي بنتكلم لو انت بتستهدف جمهور خليجي، الجمهور المقيم سواء مقيم في السعودية، المقيم في الكويت الى اخره. طيب لو انت دلوقتي يا باشمهندس بلال بتعمل اعلان، هتستخدم واتساب وانستا ولا هتستخدم بس واتساب؟ ممكن تستخدم الواتساب والانستا، لكن اللي هيجيب لك تحويلات وعمليات
بيع اكتر طبعا هو الواتساب، علشان في ناس كتير ما بتحبش تدخل تتكلم معاك من خلال الانستغرام، في ناس بتحب تدخل على الواتساب. طبعا ده احنا بنتكلمكم من خلال الخبره، احنا جربنا نشتغل على الثلاثه، وجربنا نشتغل على الانستغرام، وجربنا نشتغل على الواتساب، ولقينا ان الواتساب هو افضل منصه بتجيب لنا تحويلات وبتجيب لنا مبيعات عاليه. مظبوط كده. طيب احنا دلوقتي شغلنا ايه؟ شغلنا الواتساب. خلينا ننزل تحت شويه ونروح هنا على هدف الاداء، خليها زي ما هي، بس انت عندك هنا بيقول لك زياده عدد التحويلات الى حد اقصى. نستخدم انهي فيهم يا باشمهندس؟ طبعا زياده عدد التحويلات زي ما احنا شايفين، هتلاقي مكتوب عندك سنحاول عرض اعلاناتك على الاشخاص المناسبين لمساعدتك على تحقيق اعلى تحويلات على موقع الويب. نخلي بالنا على موقع الويب، لكن احنا هنا بنتكلم على الرسائل، فانت هتلاقي مكتوب زياده عدد المحادثات عبر الرسائل الى اقصى حد. سنحاول عرض اعلاناتك على الاشخاص الذين من المرجح بشكل كبير ان يجروا محادثه معك عبر المراسله، فاحنا عايزين المراسله. طبعا هتلاقي مكتوب عندك زياده عدد عمليات الشراء عبر المراسله، طبعا دي ما بتبقاش دقيقه علشان ميتا ما عندهاش الدقه ان هي تعرف مين الناس اللي ممكن يعملوا عمليات الشراء عبر الرسائل، زي ما هي بتكون عارفه الناس اللي ممكن تشتري عن طريق الويب سايت. ممتاز جدا. خلينا ننزل هنا على البادجت، ودي مهمه جدا. دلوقتي في ناس كتير قوي 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 بتتلخبط في موضوع البادجت. اضيف بادجت كام؟ اعمل ايه؟ اسوي ايه؟ فممكن انت تشرح الجزئيه دي علشان في ناس كتير جدا ما تعرفش الموضوع ده بصراحه. اهم حاجه لو انت بتستهدف ناس في الخليج، فانت لازم تبقى عارف ان الخليج من اكثر الدول اللي في العالم على مستوى العالم فيها منافسه، علشان احنا عارفين ان ميتا بتعمل مزاد بينك وبين المنافسين، فالمنافسه في الخليج ما بتوحمش. فانت لو عايز تدخل بميزانيه $5 $10 هتلاقيها قليله معاك. انا نصيحتي ليك، انت لو عايز تعمل تيست، فالتيست بتاعك يبدا من $30 او $25 في اليوم، والتيست ده ما يقفلش اقل من 4 إلى 7 ايام. طيب ممتاز جدا. يعني انا دلوقتي عندي مثلا برودكت سعره نفترض مثلا 200 ريال، تمام؟ وانا دلوقتي عايز اعمل تيست على البرودكت ده. المفروض دلوقتي اللي هو سعره 200 ريال، وانا عايز اعمل طبعا مجموعه اعلانيه، يعني كذا ادست، تمام؟ فالمفروض ان انا اصرف كام على كل ادست لوحده؟ لو انت حابب تعمل تيست على منتج عندك مثلا ب 100 ريال 150 او حتى لغايه 300 ريال، فانت ممكن تبدا الميزانيه بتاعتك اليوميه ب 75 ريال سعودي. طبعا دي على المجموعه الاعلانيه، علشان ميتا تاخد راحتها في المجموعه الاعلانيه وهي بتدخل في مرحله التعلم. لازم اقل حاجه كل مجموعه اعلانيه لو انت هتشغل الادسيت بادجت اوبتمايزيشن اللي هي ميزانيه المجموعه الاعلانيه، تحط على كل مجموعه اعلانيه 75 ريال. ممتاز جدا. طيب انا دلوقتي مثلا هصرف مثلا 1000 جنيه، تمام؟ خلاص، يعني نقول مثلا بتهيالي 75 ريال، تمام؟ في حاجه بس مهمه جدا، هتلاقي تحت الميزانيه كاتب لك ستنفق متوسط 1000 جنيه كل يوم. يبلغ الحد الاقصى للانفاق اليومي 1750، بينما يبلغ الحد الاقصى للانفاق الاسبوعي 7000. في ناس كتير بتقول لنا انا بحط الميزانيه وبتخلص على طول. انت لو هتحط 1000 جنيه فانت لازم تعرف ان في ايام هيبقى فيها تفاعل عالي وفي ايام هيبقى فيها تفاعل قليل. فمتى ايام التفاعل العالي هتصرف مثلا لغايه 1750، في ايام التفاعل القليل ممكن ما تصرفش 700 جنيه، ممكن حتى ما تصرفش 500، لكن في الاسبوع كله في السبع ايام هتلاقيها ان هي هتصرف 7000 بس، اللي هي الميزانيه اليوميه 1000 جنيه بس. تمام؟ هو بس في حاجه مهمه جدا، وباشمهندس بلال قصده كده، ان هو النهارده انت لو صرفت مثلا 75 ريال، انت بكره ممكن تصرف 100 ريال، بس بعد بكره ممكن تصرف 30 ريال عادي جدا. يعني الموضوع مش موضوع ان انا كل يوم هصرف اكتر من الحد اللي هو فعلا انا ضايفه، يعني تمام، اللي هو 75. لا، ممكن اصرف اكتر، ممكن اصرف اقل، على حسب الايام وعلى حسب برضو الانجيجمنت او التفاعل. بس طيب في جزئيه بس مهمه كنا عايزين نوضحها. انا مش عايزك تعمل الاعلان يكون لايف تايم، انا عايزك تعمله ميزانيه يوميه. وهقول لك ليه دلوقتي. لما تيجي تعمل الاعلان بتاعك ميزانيه يوميه، وجيت النهارده قلت تاريخ البدء هيبقى النهارده فعلا، وما عينتش تعيين انتهاء او تاريخ انتهاء فعلا للكامبين بتاعتك، فده معناها ان انت دخلت المزاد بالفعل، وفعلا انت مش هتقفل الاعلان. فانت بتعرف متى ان انت لما تدخل المزاد الاعلاني ان انت مش هتقفل الاعلان بتاعك، فالنتائج بتاعتك هتتحسن. في ناس كتير ممكن تقول ان الكلام ده مش صحيح، ولكن عن تجربه انا وباشمهندس بلال لما بنعمل ده فعلا النتائج بتتحسن 1,000,000%. فدي نقطه مهمه جدا، علشان ميتا زي ما قال باشمهندس كريم هي الارباح بتاعتها من الاعلانات، فطبيعي هي بتشوف الاعلان اللي شغال لفتره طويله بتحسن له النتائج علشان يفضل شغال، عشان ميتا بتسحب منه الميزانيه. لكن الاعلان اللي هيشتغل لاسبوع هيوقف، حتى انت لما تعمل حملات اعلانيه ليومين وتقف هتلاقي النتائج معاك وحشه جدا. دلوقتي بقى دي اهم جزئيه ناس كتير قوي بتحتار فيها، اسيبها ادفانتج بلس ولا اقفلها؟ طيب احنا اول حاجه عايزين نظبط الاستهداف قبل ما نيجي نتكلم على الادفانتج بلس. خلينا ندخل على
على المواقع ونختار مثلا السعوديه، ومش هنختار بس السعوديه، احنا هنكتب بالضبط جده. اول حاجه خلينا نقول ان مثلا انت عايز تشغل على مدينه جده وعايز تستهدف مدينه جده بس، تمام؟ جنب مدينه جده هتلاقي هو جايب لك المساحه بالكيلومتر، فاحنا هنضغط عليها. احنا هنختار المدينه الحاليه فقط، فاحنا كده مفهمين ميتا ان احنا عايزين المدينه الحاليه فقط اللي هي جده. هتلاقي تحتيها مكتوب الوصول الى المزيد من الاشخاص الذين من الموجه ان يستجيبوا لاعلاناتك. ده معناه ايه؟ معناه لو شخص قاعد في الرياض لكن هو مهتم باخبار جده او بالصفحات اللي بتتكلم عن جده، فبرضه الاعلان ده هيظهر له. لكن احنا مش عايزين كده، انا اللي عايز الناس اللي في جده بس، فاحنا بنقفل الخيار ده علشان انا لو سبته مفتوح هيجيب لي كل الناس اللي في السعوديه اللي مهتمين في جده. طيب بعد كده بننزل لتحت بنضغط على اللغات. انت لو عايز تستهدف الجمهور السعودي، فغالبيه الجمهور السعودي بيستخدم في لغه الجهاز بتاعه اللغه العربيه، تمام؟ فعلشان كده احنا بنختار اللغه العربيه، علشان احنا عارفين ان الجاليات التانية بتبقى بتستخدم لغات تانية زي اللغه الانجليزيه او اللغات الهنديه الى اخره. في حاجه مهمه جدا، ده في ناس لحد دلوقتي ما بياخدوش بالهم من موضوع اللغات دي ويسيبها، فبيجي له بنجلاديش، بيجي، ومع ان هو بيحدد بس انستجرام. احنا طبعا هنتكلم عن الجزئيه دي، بس فعلا لحد دلوقتي في ناس ما بتستخدمش موضوع العربيه ده خالص، وهو ما يعرفش تمام. اصلا هي ايه استخدامها ده فعلا. فاحنا لو عايزين نستهدف الجمهور الخليجي زي ما قلنا بنحدد اللغه العربيه تحديدا. هنا عندك العمر، انت ممكن تشوف الفئه العمريه اللي بتهتم بالمنتج بتاعك وتستهدفها. طبعا القدره الشرائيه بتبدا من سن 21 او 23. طبعا دي بالنسبه للجمهور بتاعك، لو انت بتبيع جمهور لفئه ناس كبار في السن فانت ممكن تحددها، لكن هنا احنا بنشرح لك كمثال. وبالنسبه كمان انت لو عايز تختار الجمهور بتاعك، لو المنتج بتاعك لو رجاله فانت بتختار الرجاله، لو للستات طبعا بتختار الستات، لو للكل فتختار الكل. الاستهداف التفصيلي، خلينا نقول بقى ان الاستهداف التفصيلي ما عادش زي الاستهداف التفصيلي اللي في 2022 2023. دلوقتي ميتا الاستهداف اللي هي بتهتم فيه اكتر حاجه الكرييتيف بتاعك. فلو انت الكرييتيف بتاعك مش موجه للجمهور الصح، حتى لو انت بتدفع $1000 يوميا على الميزانيه مش هتجيب لك النتائج، علشان ميتا بتشوف مين الناس اللي بتتفاعل مع الكرييتيف بتاعك وبتجيب لك ناس شبههم. فالاستهداف التفصيلي دلوقتي لو هتسيبه فاضي او لو هتعلم ميتا ببساطه مين هو الجمهور بتاعك، مين الجمهور المهتم بتاعك، برضه مفيش اي مشكله. تمام. في حاجه بس مهمه يا جماعه، الكرييتيف هو اهم بكتير جدا من الاستهداف. يعني انا لو سبت الاستهداف فاضي وعامل كرييتيف فعلا ممتازه جدا، وطبعا مش كرييتيف معتمده على صوره واحده ولا فيديو ولا ريل، لا طبعا انا بتكلم هنا عن كرييتيف متنوعه. فالنهارده لو انا عملت كونتنت ممتاز والكوبي فعلا كاتبها صح، فاحتمال بنسبه 90% ان الكامبين بتاعتك اصلا تكون شغاله ممتازه جدا. فدي حاجه مهمه جدا طبعا. لكن باشمهندس هلال موضح لك حاجه مهمه، بيقول لك الاستهداف التفصيلي هو بقى بشكل اختياري، انك ممكن تضيف حاجه فيها زي ما انت شايف، زي مثلا انترستد، زي مثلا السلوكيات وهكذا من الامور دي. لكن الكرياتيف هو مهم جدا بس. واهم حاجه في الكرياتيف ان هو يبقى شبه الجمهور بتاعك. يعني انت لو عايز تستهدف جمهور سعودي لازم الشخص اللي بيعمل لك الاعلان يبقى سعودي، لابس اللبس السعودي، بيتكلم اللغه السعوديه. ما تستهدفش السعوديه وتجيب لهم حد بيتكلم انجليزي مثلا، او مش نفس الكلام بتاعهم، او من نفس الفئه او الطبقه بتاعتهم. دي حاجه برضه مهمه جدا وشركات كتيره بتغلط فيها. نيجي بقى هنا على اهم حاجه، انت تسيب الاعلان بتاعك بالبلس ادفانتج بالذكاء الاصطناعي ولا تقفله. لو ضغطنا على تقييد معدل وصول اعلاناتك اكثر هتلاقي هنا بيقول لك تبديل الاعداد ولا البقاء بالاعداد الحالي. لو انت اخترت البقاء بالاعداد الحالي فبالتالي ميتا كل الكلام اللي احنا اخترناه، سواء الموقع، سواء السن، سواء الاستهداف، لو انت حطيت استهداف سواء رجاله ولا ستات، هتاخد كل ده كاقتراحات. هي هتشوفه كاقتراح وبعد كده هي هتخرج بره الجمهور ده وتقعد تدور لك على جمهور جديد. يعني ممكن انت لو مختار ان الاعلان بتاعك يشتغل في جده للناس اللي عندهم من 23 سنه، ممكن تجيب لك حد في الرياض عنده 18 سنه. فانت لو محدد بالضبط الجمهور بتاعك فين، انت عارف الجمهور بتاعك هيبقى متواجد فين، فانت هتختار على تبديل الاعداد. بالتالي ميتا مش هتجيب لك الا فعلا الاستهداف اللي انت عامله بالضبط.
طيب طبعا هو لسه شغال دلوقتي الادفانتج بلس. في ناس بقى بيبقى عندها المشكله دي، يقول لك ايه بقى، يقول لك انا لسه شغال عندي الادفانتج بلس رغم ان انا عملت نفس اللي انت قلت لي عليه. فبكل بساطه كده الحل بتاعها بسيط جدا. انت لو جيت نزلت هنا مثلا، لو جينا رجعنا هنا تاني وجينا شلنا دي بالمنظر ده كده اللي هو استخدام كاقتراح عند العمر، جينا عملنا كده مثلا، لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان ايه، الادفانتج بلس اشتغل. فكل الكلام اللي قاله باشمهندس بلال لو انت عايز تطبقه صح لازم ده يتقفل كده علشان ما يجيب او ما يدورش بشكل كبير جدا ويضيع البادجت بتاعتك. بالظبط. لكن انت لو مش عارف الجمهور بتاعك فين، وانت مش عارف تستهدف الجمهور بتاعك ازاي، فانت تسيبها بالذكاء الاصطناعي بالاي اي بالبلس ادفانتج. طيب خلينا نكمل بقى عن اهم جزئيه عندنا حرفيا لو انت بتستهدف دول الخليج، وهو المواضع او البليسمنت، المكان اللي انت هتضيف عليه اعلانك او اللي هتوجد عليه اعلانك بالفعل. طبعا هنا عندك مكتوب برضو ادفانتج بلس، يعني الذكاء الاصطناعي هو اللي هيرشح وهيضيف الاعلان بتاعك فين بالظبط. فطبعا احنا مش عايزين كده. فهنعمل ايه دلوقتي؟ هنروح على عناصر التحكم في الحساب. اول جزء عندك هنا المنصات اللي هنشتغل عليها. انا بفضل ان انا اشيل الفيسبوك، وافضل ان انا بشيل برضو واتساب. يعني انا مش عايز ان الاعلان بتاعي يظهر الا بس على انستجرام. السبب ايه؟ ان اصلا معظم مستخدمين في دول الخليج بيستخدموا الانستجرام اكتر حاجه. طبعا كلام الباشمهندس صح مليون في المية، لكن زي ما قلنا انت لو بتستهدف جاليات غير الجاليات السعودية فممكن تسيب فيسبوك شغال لو انت اللي عايز تستهدف الجاليات الهندية. لكن الشخص السعودي اللي انت عايز تستهدفه 100%، اول حاجة هتختار اللغة العربية، ثاني حاجة هتختار الانستجرام فقط. طبعا الجاليات تستخدم فيسبوك لو انت بتبيع لهم منتج او خدمه، لكن لو انت بتستهدف بس الجمهور الخليجي ما ينفعش تستخدم فيسبوك او واتس او اودينس نتورك او اي حاجه من دول خالص. وحاجة تانية مهمة جدا اللي هنلاقي فوق حاجة اسمها الأجهزة وأنظمة التشغيل. لو ضغطنا عليها تمام هتلاقي هنا جايب لك كل أجهزة المحمول، الأندرويد فقط أو الآي أو إس فقط. طبعا احنا عارفين أن أغلب الجمهور الخليجي بيستعمل أجهزة الآي أو إس اللي هي الآيفون. لو احنا اخترناها دلوقتي هتلاقي جايب لك هنا أجهزة الآيبادز والآيفون والآيبودز. طبعا وانت ممكن حتى تختار نظام التشغيل، يبدأ من أي نظام تشغيل تمام. وفوق حتى انت ممكن تختار اسم الجهاز بالضبط. في البحث هنا فوق عندك هنا كاتب لك ادخل اسم الجهاز، انت حتى ممكن تختار اسم الجهاز بالضبط. طبعا مين الناس اللي بتختار اسم الجهاز؟ علشان انت لو بتبيع اكسسوارات لجهاز معين. وكمان هتبص تحت هتلاقي هو كاتب لك السماح بالانفاق، هتلاقي كاتب لك السماح بالانفاق المحدود على المواضع المستبعده. سنسعى الى انفاق حوالي 5% من ميزانيتك. يعني هو رغم ان انت قافل الفيسبوك هو برضه بيقول لك انا هاخد 5% واديها للفيسبوك. طبعا دي كمان بنقفلها. طيب في جزئيه مهمه جدا جدا جدا. الجزئيه دي بصراحه هي سيكولوجي شويه وانا اتكلمت عنها كتير، للاسف مفيش حد بيتكلم عنها خالص. جزئيه ان انت لو عايز الاعلان بتاعك يشتغل بس للناس اللي قاعده في البيت او الناس اللي قاعده في مكان مستقر، دي هتفرق معاك في ايه؟ اولا هتفرق معاك ان انت مش اعلانك هيروح لحد مثلا في الشغل او مش فاضي او الكلام ده كله. لكن لو انت النهارده بتستهدف الفئه اللي انت استهدفتها صح ومظبوط وكل حاجه تمام وعايز تضمن مبيعاتك، فلازم ان قرار العميل انت تكون عارف ان هو قاعد في مكان مستقر، لان ده بيفرق معاه بشكل كبير جدا. ممكن يكون قاعد في البيت، ممكن يكون بيشارك مع اسرته مثلا برودكت بتاعك ان هو يشورهم مثلا اذا كان هو يشتريه ولا لا. فالحاجات دي طبعا بتفرق، ولكن بنسبه 10%. يعني ممكن تشغلها وممكن لا، على حسب طبعا طبيعه شغلك او على حسب المنتج اللي انت بتقدمه او الخدمه. دلوقتي اسم الاعلان، طبعا احنا اتكلمنا يا جماعه في المحاضره اللي فاتت ازاي ان انت تقدر تعرف ايه هي الكرياتيفز المناسبه للمجال بتاعك، وفين الاماكن اللي انت تعرف تدرس فيها الماركت بتاعك من حيث المنافسين، من حيث مين اللي داخل معاك مزاد، كل الكلام ده. فممكن ترجعوا للمحاضره اللي فاتت، ولكن الجزئيه دي مهمه جدا ركزوا معانا فيها لانها مهمه جدا جدا. اول حاجه حتى باشمهندس بلال هيقول لكم دلوقتي، بس في حاجه مهمه عايز اقولها. لو الكرياتيف بتاعتك مش واثق فيها ولا 1%، ما تعملش اعلانك. الكرياتيف دي عباره عن ايه؟ عن الريل، الكوبي اللي بيتكتب اللي هو الكابشن، وعن كمان لو انت عايز مثلا تعمل باي صيغه اللي هو الريل، ممكن تعمله GC، ممكن تعمله بطرق مختلفه كتير جدا. لكن اهتم بنسبه 80% من الاعلان بتاعك على الكرياتيف. وخلي بالك كمان ان الكرياتيف دلوقتي ميتا بتحللها بالذكاء الاصطناعي. يعني انت لو عامل صوره بالذكاء الاصطناعي ميتا هتحللها وهتشوف الصوره دي وهتشوف هي بتتكلم عن ايه وايه المنتج اللي بتتكلم عنه. وحتى لو انت كاتب عليها سعر ميتا هتشوف سعر المنتج. ولو انت عامل ريلز ميتا هتسمع الريلز والكلام اللي بيتقال فيه. علشان كده عدنا وقلنا كذا مره لازم انت تتكلم وتقول اسم المنتج في الريلز اللي انت بتبيعه. ولازم ما تحطش ريلز يبقى عباره عن موسيقى بس، لا،
دلوقتي الفويس اوفر، الكلام اللي بيتقال في الفيديو اللي هو النص التسويقي مهم جدا جدا، ومهم ان انت تذكر اسم المنتج فيه علشان ميتا بتحلله وبتسمع وبتحلل الكلام اللي بيتقال فيه، وعلى اساس ده بتوجهه للجمهور المهتم فيه. اتكلم عن جزئيه انشاء الاعلان. في حاجه اسمها عندك دارك بوست، في حاجه اسمها استخدام المنشورات الحاده. طيب انا هقول لك على حاجه امر لله، وانا عارف ان في ناس كتير جدا مش هتصدق الكلام ده. لما انت بتعمله دارك بوست ده بيبقى احسن بكتير من انك بتستخدم بوست موجود فعلا على السوشيال ميديا، وهقول لك ليه. البوست اللي موجود على السوشيال ميديا لو انت مهتم بالكونتنت وفعلا بتجيب عدد كبير جدا من الانجيجمنت، مستحيل تلاقي حد عنده مثلا فولورز كتير او حتى بيحصل تفاعل عالي جدا وبيستخدم دايما اللي هو استخدام المنشورات الحاليه، الا وحس ان فعلا الجوريزم مش شغاله، حاسس ان هو بيجيبش انجيجمنت اعلى من الاول. فالاحسن والافضل هو انشاء اعلان او تعمل حاجه اسمها دارك بوست، يعني المنشور مش موجود عندك على الصفحه. طيب بيفرق معاك في ايه؟ بيفرق معاك لو انت عامل مثلا برودكت معين بسعر مختلف في دوله مختلفه، يعني نفترض في السعوديه بسعر وفي الكويت بسعر. طب نفترض ان انت شغال مثلا في السعوديه او في اي دوله في العالم، مش هتفرق يعني. طيب دلوقتي مثلا سعر المنتج ده $200، تمام؟ انت عامل اوفر النهارده ب $50 وانت نشر بالفعل عندك البوست ده على البيج عندك. فاللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان في حد هيجي بعد اليوم اللي انت كنت عامل فيه اوفر يقول لك طب ما انت كنت عارضه ب $50، وحصلت مع ناس كتير اشتغلنا معاهم على فكره. فدي مشكله كبيره جدا جدا جدا. فالاحسن ان انت بتعملها دارك بوست، وزي ما قلت لك مميزاتها ومفيش فيها عيب على ما اعتقد يعني. حتى لو الانجيجمنت عندك عالي جدا على البوست ده وانت عايز تكرر بوست تاني، ممكن تستخدم حاجه اسمها بوست اي دي بترجع كل الانجيجمنت اللي حصل على البوست ده بالفعل حتى لو هو مش موجود على الصفحه عندك. فهي مهمه جدا الدارك بوست او انشاء اعلان، وانا برشحها لك بنسبه 100%. طيب انت عندك حاجه اسمها صوره واحده او فيديو واحد او تنسيق دوار اللي هو الكاروسيل. انا بستخدم ايه؟ انا بستخدم صوره واحده او فيديو واحد. طيب في حاجه احنا نسينا ان احنا نقولها، لا احنا ما نسيناهاش، احنا بنعمل اعلان عادي جدا، بس في جزء مهم جدا وفي حد كان يعني انا مش فاهم وجهه نظره. انا دلوقتي بسمي حاجه اسمها اعلانات من معلنين متعددين، يعني انا الاعلان بتاعي بيظهر جنب ناس ثانيه مش شرط في نفس المجال. يعني نفترض انت مهتم بالاحذيه، مهتم مثلا بكذا حاجه، فانت شفت الاعلان بتاعي انت مهتم بالشيء ده، وجنبك او جنب الاعلان بتاعي في حاجه ثانيه انت مهتم بيها، طبيعي عقلك هيتشتت. هي سايكولوجي كده، عقلك بيتشتت لما بيلاقي كذا حاجه انت مهتم بيها، فانت ما بتاخدش كول تو اكشن مع اي حاجه فيهم خالص. فالاحسن ان انا مش عايز اظهر جنب حد، تمام؟ انا عايز اظهر لوحدي، يظهر لك اعلان بقى في اي مكان، في الفيدز مثلا، في الستوري، وهكذا من الامور. طيب انا عايز بس اكلمكم في حاجه مهمه جدا. تنسيق دوار ده ما له الا معنى تنسيق دوار، يعني كاروسيل او مجموعه صور مع بعض، لكن انا هستخدم صوره واحده. هنرجع هنا تاني، تمام؟ وهنعمل حاجه اسمها تكرار سريع. دلوقتي يا باشمهندس بلال، انا لما اعمل التكرار السريع هل هستخدم التطبيق الخاص بالتوصيات، يعني اشغل الادفانتج بلس ولا اشيلها؟ لو انت عايز تعمل حمله اعلانيه بالاي اي بالذكاء الاصطناعي تخلي تطبيق التوصيات. لو انت عايز تخليها نفس الاستهداف بالضبط لكن ممكن تستخدم كرييتيف ثاني، فانت لا، الافضل ان انت تقفل التطبيق توصيات وتعمل تكرار بس. طيب احنا هنعمل تكرار كده زي ما باشمهندس بلال قال بالظبط، ودي الطريقه الاسلم، لان احنا عايزين نختبر كذا كرييتيف، مش عايزين نختبر الاستهداف، لان الاستهداف يعتبر ملوش اي 60 لازمه اكتر من الكرييتيف. الكرييتيف ممتازه جدا. فاحنا عملنا ايه؟ عملنا دلوقتي مجموعه اعلانيه مكونه من 2 اد سيت، تمام؟ بالظبط، لكن انت ممكن تحط مجموعتين اعلانيتين ما تغيرش فيهم الاستهداف، لكن تغير المكان. يعني بدل ما انت تستهدف جده تستهدف السعوديه كلها، وتشغل على دي ميزانيه منفصله عن ميزانيه جده، علشان انت تشوف ايه اللي هيجيب لك مبيعات اكتر، لو انت استهدفت السعوديه كلها ولا لو انت استهدفت جده بس. ممتاز جدا. يبقى هنا انت هدفك من المجموعات الاعلانيه دي ان انت تعرف تطلع بكرياتيف ممتازه، وممكن تستهدف مناطق تانية او ممكن تستهدف السعوديه كلها او على حسب البلد طبعا اللي انت بتستهدف. فطبعا هي مفيد معاك، وممكن بعد 3 ايام لما تعرف تشوف الارقام كلها عندك تبدا ان انت تحلل صح وتشوف ايه اللي شغال معاك اكتر وايه اللي مش شغال عشان تعرف تسكيل بعد كده. وممكن كمان لو انت عايز تستهدف مثلا المنتج بتاعك تجرب تخليه للرجاله والستات مع بعض، او لو انت عايز تخليه للرجاله بس وتشغل على دي مجموعه اعلانيه وتشغل على دي مجموعه اعلانيه، وتشوف مين اللي هيجيب لك مبيعات اكتر، لو انت شغلته على الرجاله والستات ولا لو انت شغلته على الرجاله بس. ممتاز جدا. يبقى احنا كده احنا اصلا كنا عايزين حاجه واحده بس، ان احنا ننوع من الكرياتيفز. فانا عملت ايه؟ هضيف هنا الفيديو وهضيف هنا برضو فيديو، وابدا اشوف بعد 3 ايام واحلل ايه اللي شغال وايه اللي محتاج فعلا تعديل، او ايه اللي ممكن يتقفل اصلا وايه اللي احنا نقدر نعمل عليه سكيلينج.
ولو انت ما بتعرفش ازاي تسكيل صح فصدقني انت خسران كتير جدا. علشان كده لو انت محتاج فعلا حد يساعدك ويمشي معاك في البيزنس بتاعك خطوه بخطوه وكمان يشرح لك بشكل دقيق ومفصل، فاحنا عملنا ورك شوب متكامله بتبقى خاصه بالبيزنس بتاعك على الداشبورد او على حسابك الاعلاني لمده ساعه ونص كامله، نعرف فين المشكله ونحلل معاك كل حاجه بالتفصيل. وكمان بيكون معاك كبونص كورس متكامل عن ميتا وعن تيك توك حاليا دلوقتي موجود بشكل متكامل. وطبعا النظام ده بيكون خاص بالبيزنس بتاعك انت بس، بحيث ان احنا نساعدك لو محتاج تسكيل او محتاج اي حاجه. ولو فعلا انت مهتم بالنظام ده انا سايب لك اللينك في الديسكربشن تقدر تدخل عليه وتقدر تنضم معانا، ولكن الواتساب معمول فقط علشان خاطر لو حضرتك محتاج فعلا تسال عن النظام ده وتبدا معانا. وطبعا بيبقى فيه اوقات معينه، وطبعا تيم السيلز موجود 24 ساعه على الواتساب. ولو فعلا عجبك المحاضره دي ممكن بكومنت بسيط جدا تدعمنا، مش شرط ان انت خالص تطلب البرنامج التدريبي، ولكن ممكن تدعي لنا دعوه كويسه جدا، وده بالنسبه لي حاجه جميله جدا اعتز بيها علشان نقدم محتوى بعد كده ان شاء الله ينفع اكتر واكتر ليكم وتحققوا من خلاله نتائج كويسه جدا. السلام عليكم.